السلام عليكم، كيف دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحتكم بخير. كنقول لكم عواشركم مبروكه، والله يدخل عليكم رمضان بالصحه والسلامه ان شاء الله. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. كنبغي نشكر الناس اللي التحقوا مؤخرا بالقناه، شكرا لكم بزاف وشكرا لانضمامكم لعائلتي الصغيره، وكنتمناو ان شاء الله مع الوقت ان العائله ديالنا تكبر. والناس اللي عندي من ديما نتوما منورين القناه، شكرا لكم على التفاعل ديالكم وعلى الكومنتيرات اللي كيكونوا يعني محفزين ومشجعين، وكذلك اللايكات، بارك الله فيكم. في هذا الفيديو غادي نشارك معكم كيف كتشوفوا معايا بطبوط صغير، ميني بطبوط معمر، غزال كيشهي تبارك الله ما شاء الله. كنشكروا لكم لانه كيستحق. بنفس الحجم يعني، وبطريقه اللي غتسهل علينا كيف التعمار ديالو بطريقه سهله وسريعه. فقط كنتمنى انكم تكملوا معايا الفيديو حتى الاخر، وما تنساونيش من البصيمه. كيف كتشوفوا معايا العماره ديالو رطب رطب مفشفش دائما كيف كتشوفوا معايا. كميه كبيره يعني كميه كثيره لا باس بها من البطبوط، وبحجم واحد نفس القياس كامل نفس القياس. والطريقه باش يجيكم البطبوط نفس القياس غتشوفوها معايا. وعلى بركه الله نبدا. هنايا درت زلافه ديال الفينو اولا زلافه ديال القمح. انا درت غير القمح عادي، ما لقيتش الفينو، ما توفرليش في الحانوت اللي هدايا، فجبت غير هذا. ودرت جوج زلايف ديال الفورس اللي من نوع ممتاز، مغربل بطبيعه الحال، ولكن درتو في الزلاف وبقى فيهم واحد المده بما بديت. فخدا يعني ثاني تجميع. فغادي نديرو في الزلافه. درت كميه ديال الفورس مضوبله على الكميه ديال القمح ولا ديال الفينو اللي درتو، نتوما لكم الاختيار. فكنخلطهم. هذه الطريقه اللي كلشي كيعرفها، فقط غادي نشارك معكم طريقه العجينه اللي غتجي زوينه، وكيجي واحد العجينه اللي رطبه ما شاء الله. غادي نخلط الدقيق، غنضيف الملحه على الدقيق، ما كنخلطاش مع الخميره. الملحه ما كتخليش لينا التفاعل ديال الخميره يكون التفاعل اللي هو ناجح. غنضيف معلقه كبيره ديال السكر اختياري، ممكن تفاداوه. معلقه كبيره ديال الخميره حبيبات. وغادي نضيف الماء اللي هو دافي لان الجو شويه مازال بارد. كنعجن بالماء دافي، كنخلط كندوب الخميره مع السكر بيدي عادي، كنعجن بيدي في قصريه. كندوب السكر بهذه الطريقه مع الخميره حتى كيذوب، وكنضيف الماء. كندير العجينه جاريه شويه في الاول، اللهم تكون جاريه وتجمعيها بالدقيق، ولا تكون قاصحه وتبقاي تضيفي الماء. الا بغيتو البطبوط يجيكم ناجح وطريقه غزاله، كنتمنى زعما من الاحسن انك ديري العجينه رطبه وتضيفي الدقيق الا خصك، ولا تقصحيها وتبقاي تضيفي بالماء. بحال كنقولك تغدري العجينه بالماء من الاول. صافي كندلكها على هاد الطريقه كتكون رطبه. كنجمع كاع العجينه اللي عندي ودوك الجوانب، وكنقي كلشي وكندلك عادي. يعني هذه معلومات فقط للمبتدئات. اما لا كنتي كتشاهدي هذا الفيديو انت مازال مبتدئه، كنتمنى انه يفيدك. كما الناس اللي هما مولفين وراه ما عندي ما نقول لكم، فقط شاهدوا معايا الفيديو. فكنشارك معكم وصافي. كنضيف الزيت وكنشوف بلي العجينه رطبه اكثر من القياس على حساب البطبوط، فغادي نزيد دقيق. غنزيد دقيق وغنجمع العجينه ديالي حتى نلقى القوام تكون رطبه بطبيعه الحال، ما تكونش قاصحه بزاف باش كيجي البطبوط هشيش ورطب ومفشفش. هذا المصطلح اللي ما كيفهموش الاخرين يعني من دول اخرى عربيه. مفشفش يعني كتعني اسفنجي، يعني اسفنجي ورطب. هذه هي اللي كتعني، اللي كنعنيو بهذه الكلمه. كيف شفتوا معايا العجينه رطبه كنخليها ترتاح. الوقت اللي غنوجد فيه الحشوه هنايا، هذه هي الحشوه المعروفه عندنا نحن المغربيات في رمضان. هذه ما علينا ما لينا عليها هروب. هذه الحشوه خيزو محكوك، كورجيت محكوك، بصله وفلافل. انا درت غير الخضره، الفلفله الخضراء والطون والفرماج لي طرونش هو اللي عندي. فكندير البصله هي الاولى في المقله ديالي مع الزيت، والثومه راه هي كاينه مع البصله. الا غتبان لكم درت الثومه مع البصله، حكيت عليها وخليتها معها. غنخلي البصله حتى غادي طيح لي، يعني حتى غطيح ويتبدل ليها اللون. عاد نضيف بقيه الخضره. بهذه الطريقه الوليدات الصراحه كياكلونا الخضره اللي ما تياكلوهاش هنا كياكلوها، يعني تياكلوها فهاد الشهيوات المعمرين، سواء بطبوط معمر، مسمن معمر، اولا فطائر اللي معمره د الفران. يعني الكورجيت اللي المعروف الوليدات الصغار ما ياكلوه ليكش، لا في كسكسو ولا في حاجه اخرى. كورجيت كيبان لهم ما ياكلوش، ولا في سلطه الخضر. ولكن بهذه الطريقه تياكلوا لا هو لا الفلفله، ولا كذلك الخيزو اللي هو الجزر.
يعني تياكلوا الخضر وهكا كيستافدوا من منافع ديال الخضره بهذه الطريقه. وهذا الشيء علاش هاد الحشوه ديال الخضره مزيانه، وتقدروا ديروا اي حشوه عجباتكم. حشوه اللي بدون لحوم، يعني من غير الطون، بدون لحوم، بحال الكفته ولا صدر ديال الدجاج، فقط درت غير ديك الطون باش كنسموس شويه وصافي. حشوه اقتصاديه جدا زعما، ولكن لذيذه في نفس الوقت. باش ما نكثرش عليكم الهضره بزاف نخليك هنايا من بعد ما طاحت لي الخضره عاد نضيف العطريه. درت هنا الملح معلقه صغيره حسب الذوق ديال كل واحد، حيت غنضيف الطون، غنضيف الفرماج والعجينه مالحه، التحميره والخرقوم كلشي معلقه صغيره نفس القياس. غنضيف التوابل اللي عندي كامله، البزار كذلك غادي نضيفو، وسكنجبير. وهنايا نسمت بمعلقه ديال الزعتر اختياري، كيجي فيها لذيذ، يعني كيجي لذيذ في الحشوه. وكنخلط الحشوه مع التوابل غير باش ينسجموا ليا صافي، وكنحيدها من بعد. غادي نضيف كذلك قزبور ومعدنوس حتى الاخر، كيبقى لي يعني ما كنضيفوش انا في الاول حتى الاخر باش كيبقى باين داك النسمه ديال القزبور والمعدنوس كتبقى باينه في الحشوه صافي. وكنحيدها من فوق البوطه، وكنضيف الطون، كنخلي فيه شويه الزيت، كنحيد الزيت ولكن نخلي فيه غير شي شويه، كتخلط مع الحشوه باش كتعطي ديك النسمه ديال الطون وخلاص. ودوك لي طرونش ديال الفرماج كنقطعهم، حيت هذا اللي عندي. عندكم محكوك من الافضل، مثلثات ماشي مشكل، ما عندكمش كاع بلاش، فكيجي زوين وكيدير داك التعليكه للحشوه. كنخلطوه حتى كيذوب مع الحشوه باقا سخونه، غادي يذوب واخا طرونش غيذوب. وفي نفس الوقت راه كنبرد الحشوه. ضفت مازال الفرماج كاع ملي شفتو كيذوب فضفت مازال. صافي غير كنحرك باش غير يذوب ليا الفرماج وصافي. غندوز للعجينه اللي شفتو ضاعف الحجم ديالها تبارك الله. شوفوا القوام ديالها كي دايره، رطبه ما شاء الله رطبه. وغادي نخويها من الهواء اللي فيها ونجمعها ونقسمها على جوج. وهنايا فين نشارك معكم الطريقه اللي كتسهل التعمار ديال البطبوط في بلاصه ما، يعني الطريقه المعروفه هي كتقطعي كرات وكتبداي تسرحي كره بكره وتعمري كره بكره وتعمري. هنا لا، كنديروا الطريقه الاخرى اللي كنديروها بحال الميني بيتزا، ولا اللي كنديروها الميني بيتزا، ولا البطبوط اللي كنعمروه من بعد ما كيطيب حتى هو ولكن كنديروه حتى هو بهذه الطريقه. وهذيك الطريقه استعملتها حتى مع هذا البطبوط اللي معمر. جات صراحه طريقه عمليه وسريعه. فكيف كتشوفوا قسمت الكرات كبار، وتبارك الله هذه راه كميه كبيره كتعطيكم كميه كبيره. فكندلكها وكنسرحها عفوا بالدلاك. وكيف كتشوفوا دوك البواقات اللي كدير ليا العجينه من في الجوانب، كتعرفوا بلي العجينه ناجحه ورطبه ما شاء الله، هي شاكره راسها. كنرققها مزيان باش هكا البطبوط ما يجيش كله عامر بالبابه بوحدها، باش تبان لينا الحشوه شي شويه. حتى هو غيزيد يتنفخ لان فيه الفورس، وفيه الفرص هو اللي كتير. هنا كناخذ القطاعه دائريه كما كان الشكل ديالها، كندوزها في الدقيق باش ما تلصقليش في العجينه، وكنقطع هاد القرصه كامله كنقطعها. صافي كنحيد ديك العجينه اللي زايده وكنخليها ترتاح. غادي ترتاح ليا بما عمرت هذا اللي قطعت، بما ارتاحت هي. واصلا غادي نهز الخبيزه الثانيه، ديك القرصه الثانيه ولا هي اللي غنعاود نسرح بما ارتاحت الاخرى يعني، وغنجمعهم في الاخر بجوج. يعني كتعاودي الخدمه على 3 المرات ولا 4 صافي. هادشي اللي كاين. ولكن راه كميه كبيره، مازال اللي عجنتي كميه قليله راه دغيا غتسالي. هذه هي الطريقه اللي عمليه. كنسرحهم مازال شي شويه باش يعطيوني واحد الحجم اللي هو كبير شويه ورقيق مازال.
باش نقدر انني ملي نعمرهم بالحشوه نقدر نجمعهم من الجوانب هكا باش سرحتهم مازال بيدي، حيت جاوني صغار شويه. ديك القطعه اللي استعملت انا شويه القطر ديالها صغير، درتو دائره كبيره ما تحتاجوش مازال تسرحوها بيديكم. هنا كان صافي كنقسم عليهم الحشوه، كتعرفوا يعني كنقسم الحشوه بنفس القياس، معلقه ولا معلقه ونص على حسب قرصه قداش. صافي يعني في نفس الوقت كنقسم عليهم الحشوه وكنجمعهم دغيا 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 دغيا. الطريقه صراحه عجبتني واعتمدتها، جاتني احسن وسهله. صافي هنا غادي نجمع البطبوط اولا نجمع بحال هكا ونقرص فيه في العجينه باش ما تبقاش دوك المطويات ولا شنو نسميهم ما يبقاوش باينين، تكون خبزه مقاده بحال هكا. صافي ونقرصها كامله باش تكون مزيانه وما تخرجش منها الحشوه. صافي ونقرصها ونخليها ترتاح بما كملت كاع داك البطبوط اللي عندي ونسخن المقيله ديالي. هنا كنقرصها غير بالدقيق، ما درتش الزيت، درتهم غير بالدقيق عادي. اللي بغاه داك البطبوط المحمر اللي كيعطي داك اللون راه كتقرصو هنايا كاين اللي كيدير الزيت وكيدير فيها واحد شويه ديال التحميره كيبقى يقرص. انا لا غندهن غير المقله بالزيت، وهنايا اكتفيت غير باش يكون بطبوط خالي من الدهون وما تكونش كثرت الزيت يعني ما كاينلاش. و ديك شويه اللي دهنت بيه المقله راه كافي، راه عطاه داك اللون. هنا الحشوه ما كتخرجش ليا من العجينه، كنخليهم غير يرتاحوا بما كملت كاملين وغنقرصهم كاملين ونخليهم يرتاحوا في واحد اللاطه مغطياهم بمنديل باش هكا كيتنفخوا تاني في اللاطه في المقله عفوا. ديجا العجينه راه ارتاحت بما فيه الكفايه، فدغيا ما كيحتاجش مازال الوقت، دغيا كيتنفخ وكيجي زوين صراحه. نعيا ما نشكر فيه لانه صراحه كيستحق، لا من ناحيه العجينه ولا من ناحيه الحشوه ولا كذلك طريقه التحضير اللي هي سهله وسريعه وعمليه. الاهم انها عمليه وما كتكرسيش الدنيا وكتكون منظمه، يديك تيبقاو نقيين ما كتعمريهم لا بحشوه لا والو. صافي هادي شاركت معكم غير هاد القرصه اللي قسمت، مازال الاخرين صافي كملتهم من بعد من دون التصوير. صافي هنا غنبدا نطيب. دهنت المقيله بالزيت في المره الاولى فقط، من بعد انا كملت الطياب عادي، غير جربت في الاول صافي ما كثرش الزيت. صافي كشفتوا معايا خليتهم انهم غير ارتاحوا، مغطيوهم بالمنديل باش ما ينشفوش، ما يديروش ديك القشره اللي كتكون كارمه الا خليتيهم هكاك. داكشي علاش غطيتهم. هنا غنطيبهم صافي. عندي مقله كبيره شويه صراحه، طيبت كنطيب كميه كبيره في نفس الوقت. داكشي علاش قلت لكم زعما صراحه سهله، طريقه اللي سهله ومقله هي كبيره والبطبوط صغير بحجم واحد، قياس واحد، كاع الخبيزات نفس القياس، نفس الحشوه فيهم كاملين. صراحه الطريقه اللي سهله وعمليه. صافي نقلبهم، نخليكم مع الصوره فهي واضحه، ما نكثرش عليكم نهضر بزاف. كنتمنى انكم ما تنساونيش من لي لايك الا وصلتوا حتى لهنا. شكرا لكم. كي شفتوا معايا راه بدون زيت فيه التحميره ولا شي حاجه، يعني راه داك اللون تيكون فيهم داك التحميره اللي كنبغيو، راه كيتحمروا ما شاء الله. ايوا كنبقى نقلب فيهم وكيتنفخوا. كنتمنى انكم يعني ما تيبانوش صراحه في التصوير مزيان، واخا كيتنفخوا ما تيبانوش. هنا هزيت الكاميرا وحاولت انني نقرب باش تبان بطبوطه الا تنفخات، ولكن ما عرفتش واش غتبان لكم. ايوا صافي هذا هو البطبوط ديالي كي شفتوا راني هنايا صافي كملته كامل كميه لا باس بها صراحه. ايبونج ما شاء الله غزال يصلح لرمضان. ولا
اللي وصلتوا معايا لهنا كنقول لكم شكرا لكم بزاف. فما تنساونيش من لي لايك، ومع السلامه مع فيديو اخر ان شاء الله.